جعفر، الشيء الغريب وعجيب بتقول كلام مبلغ. نحن كلامنا عن الكتابة الصاخرة، والكتابة الصاخرة يعني في السودان مهمة شاقة جدا، لأنه بتستهدف الحصول على ابتسامات من شعب بيمجد صرامة القسمات ويغني لصرامة القسمات. أستاذ جعفر، التحية لك، وخليك ترحب بالمشاهد الكريم إن شاء الله. أنا شاكر النيل الأزرق، يعني لم يصدف أن أتيت إجازة إلا واستضافوني، يعني فأنا من أهل البيت يعني يعني سنويا أنا بظهر على شاشتهم. أختلف معك في إنه الشعب السوداني يعني الفوجاج والبوبار ده بقى ما في. الشعب السوداني بقى ينتج نكات بكميات، يعني قسوة الحياة وإيقاع الزمن والحاجات دي خلت الناس تشتكي عن طريق النكتة والدعابة، ولذا راج سوق الكتابة الساخرة. يعني يعني زمان وبعدين يعني أنا أردد دائما، يعني الكتاب الساخرين، يعني جيلنا كنا محظوظين، لأن الكتابة الساخرة في السودان ترسخت على أيدي عمالقة ذوي وزن ثقافي وفكري. يعني لما يكون محمد توفيق وزير الإعلام كاتب ساخر، لما الراجل في قامة صالح عرابي صاحب جريدة التلغراف دفعة الفاتح، وطبعا ب 42 الفاتح بيحاول دايما بيقول أنا أستاذه عشان يكون أصغر مني. بعده محمد عبد الله الريح بروفيسور في الجامعة. يعني بقيس على ذلك يعني وكان من شيوخ الكتاب الساخرين. بالمناسبة المرحوم حسن مختار يعني في النقد الرياضي مقتدر، لكن في النقد الفني كان من أجمل من مارس الكتابة الساخرة. يعني التربة كانت خصبة، النظرة لينا ما كانت نظرة انه نحن مسخرجيه، لانه يعني في ناس وضعوا ولا بتقولوا كلام مبلغ؟ ايوه، ما بنقول كلام في يعني يعني احيانا في ناس في الكتابه الساخره وغير الساخره بيقولوا كلام غير يليق، لكن الكاتب الساخر وانا بعتقد انه بالضروره يجب ان يكون كاتب جاد جدا يعني، وملتزم وواعي بقضايا ناسه والحاجات اللي بتناولها. يجب أن يكون قدر الممكن، يعني لا يكون طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. يعني يعني الوقوع في وهدة السوقية سهلة جدا جدا لانتزاع المسألة دي، ولكن يعني القارئ واعي بحيث انه يعرف الغث من السمين. استاذ جبرة، هل الكتابة الصاخرة دي هي مقابل للكتابة الجادة؟ يعني هل السخرية دي يعني هي الناس بيعتبروها انه فعل غير جاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ارحب بالمشاهد الكريم واشكر قناة النيل الازرق على هذه السانحة. الكتابة الصاخرة هي اكثر الكتابات جدية، هي جادة لحد الادماء. يعني الناس بتفتكر كلمة الأدب الساخر في موضعها من الأدب ككلمة بتعني الاستهزاء يعني السخرية بتعني الاستهزاء وكده يعني. لكن لما نجي ناخدها على أرض الواقع في مجال الكتابة الساخرة بنلقى هي ليست المقصود ليس الاستهزاء، ولكن المقصود هو انك تدي تناغش شيئات بجانب فيه شيء من الطرفة، يعني تنفذ لخلال الشيء الجاد أو موضوعك أنت من خلال طبقة من السكر أو من الشيء الحلو. يعني هي بالضبط أنا أشبهها. لكن يا جبرة، في ناس كتار جدا بيكتفوا بيخلوا الفكرة الأساسية وبيكتفوا بالتلذذ من من الطرفة. أنا أعتقد يقول لك يا أخي أنا قريت لجبرة عمود. نعم، ما بيفرق يعني. هو في النهاية يعني الجوهر الكلام اللي قاله الفاتح انه الكتابة الساخرة
كتابة في منتهى الجدية يعني. وانت قبل قلت ملمح عن شخصية الفاتح. يعني هذا الفاتح الذي يبدو مرحا طروبا في كتاباته، في حياته الحقيقية زول غاضب كويس، واخلاقه في مناخيره يا اخي مش لانه هو زول سيء ولا حد الطباع، لا، يعني انفعاله بالقضايا اليومية كويس، يعني بيكون مشحون واقف ووشه مليان عرق، لكن لما يقعد بيهدأ بيفرغ شحنة الغضب دي بكم قدر كبير من الابتسام والجرعة تستهلك. في ناس بيكتفوا بعنصر الطرفة، ولكن يعني عموما الناس تستطيع أن تقرأ الرسالة بين السطور يعني تدريجيا. لكن والله فعلا يا جعفر انا نادر جدا القى الفاتح ده باسم. يعني انا قبل وعصام بيغني بلاحظ في التقاطيع بتاعت جبره ما حاسس انه ده زول بيستمع لغنى، ده زول بيفكر. لا انت بس لانك كويس بيفكر. انت في عنصر في الفاتح ما بتعرفه. الفاتح فنان. أيوة. مش فنان يعني بمعنى انه الفاتح عاشق للموسيقى، يعزف العود باقتدار، طبعا صوته بيقطع الخميره كويس، بيستعين بناس من حوله اصواتهم اردأ منه، لكن في النهايه يعني انت لما تقعد بتستعيد مع الناس الغنى الجميل، الغنى بتاع ما غناه كله بتاع مراحيم. هذا الفاتح فنان تشكيلي من الطراز الاول، مع انه خلقه ضايق. انا بستغرب من اين له الصبر. يعني انا اداني لوحه انا متاكد انه كل بوصه مربعه منها بتاخد نص ساعه عشان تنتقل كده. فالفاتح زعلان نيابه عن الناس. انت الفاتح ما زعلان لهمه الشخصي بس. والله انا اقول لك حاجه يا ضياء، لكن زعل كده برضه فيه ملمح حزن كده. لا انا اقول لك حاجه. انا تعرف انا طبعا استاذ او عملت استاذ لفترات طويله. شخصيه الاستاذ بتتطلب انك انت تكون صرامه وقور اكثر من اللازم. والا انت يعني وقور اكثر من اللازم. انا اعتقد انه في نوع من مش الوقار ده ماشي صفه جميله الزول ما بقولها لروحه، لكن انا في الاتزان اذا صح التعبير. يعني انا بحاول اكون متزن بقدر الامكان، وده شيء فرضته ظروف الطلبه. يعني انت قدام الطلبه بتحاول ما تكون ما تخرم كده وكده احتراما لشخصيتك. في ناس بيقولوا لك المساله استمرت. نعم. الناس بيقولوا لك يا اخي فلان ده او الكاتب المعين، الكاتب ده بنجده في السطور ساخر ولطيف، ولما نحتك به على مستوى الواقع الطرفه والنادي ما بنجد. لا بالمناسبه كلنا سوى انا والفاتح يعني ما بنرفع التكليف مع كل واحد كويس، يعني ما بنرفع التكليف لكل واحد يعني، لكن يعني لما ندخل في اطار الموده، يعني انا لما نقعد مع الفاتح راس كويس ولا استاذ ولا بطيخ ولا اي حاجه، يعني انه نهرج وننكت ونضحك على نطاق الضيق ونتناول يعني على نطاق الكذا كذا. انا فتره التدريس فعلا برضو خلتني امشي زي العسكري. يعني انا كنت مدرس في بحري ولسوء حظي درست بنات، والله لو غضبان عليك تدرس بنات لانك تمشي بيت حرس. نعم اي شيء محسوب. لو جات بنت سمحه ما بتقدر ترفع عين عليك يا ربي طالبتي، ولو ما طالبتك بنات خالاتها بيعرفوك وحماتها بيعرفوك وكذا. ودي كانت من المحمده من المحامد بتاعت التجربه دي، انه انا بقيت اكره بيوت الاعراس. ما بحب امشي عرس لانه يعني الانضباط بتاع انه طالبتك ما تشوفك في لحظه، يعني حتى انت بتبشر كده وكده، لا، طلبتك ما يشوفوك الا انت في حالك كده. نعم. انا فارقت التدريس منذ 54 سنه، منذ عهد عاد وإرم ذات العماد ودخلت مجال الاعلام، وبالتالي يعني بقيت اكثر يعني مرتاح في تعاملي مع الناس عموما. شنو الحكايه انكم انتوا الاثنين مدرسين؟ هو المدرس ده فعلا ممكن تكون عنده الملكات بتاعت
انا ما بعزل حاجه، انا بعزل الكلام ده للمدارس اللي درسنا فيها. يعني التعليم زمانك طبعا يعني احنا حضرنا اخر الشيء الجميل فيه، الناس جعفر ديل حضروه او تشبعوا منه، ولذلك عند يعني جعفر دلوقتي هرم في الصحافه العربيه لا يشق له غبار. نعم. يعني ومثلنا خير تمثيل والله، مش عشان قدامه. يعني يكفي انك تدخل انك تعمل في السيرش انجن ابو الجعافر تلقى 154 ألف. انت هرم دي للقيمه المعنويه والاعتباريه ولا القيمه الزمنيه؟ للاثنين معا. للاثنين معا. معظم تعليقات الفاتحه عني لا تخلو من خبث حميد. يعني هرم دي يربطني بخوفه لا يعني انا والله ما يعني ما كده غالي الجوده. بس انا عاوز يعني اقول لك يعني انت في مرحله الاستقلال كل القاده العمل الوطني والسياسي تقريبا كانوا مدرسين. مجلس السياده الاول كان فيه 5 مدرسين. 3 منهم مدرسين فول تايم، يعني زي اسماعيل الازهري مدرس. نعم. مدرس رياضيات لغايه ما بقى رئيس وزراء. كويس. والباقيين يعني حتى في 2 منهم كانوا مدرسين وغيروا خط السير. السودان بعد الاستقلال كان اكبر قطاع مؤهل هو قطاع المعلمين بتاع المدرسين. التعليم على ايامنا كان فرايحي. يعني في حصه يعني مصدر السخريه دي أيوة من طبيعه التعليم اللي كان سائد. كل يوم 2 في جمعيه ادبيه. يا انت تستعرض قراتك يا مسرحيه، يا تطالب بانك تعملوا مسرحيات جاهزه او تعملوا مسرحيات هزليه او مسرحيات جاده في نشاط مسرحي كده. جمعيات تصوير كنا محظوظين في اشياء كثيره. ولكن يعني فيما يتعلق بالسخريه يعني انت دي يا اما ربنا زرع فيك من وانت صغير او ما عندكش خالص. جدا احنا حقه نتناقش فيه. السخريه ما بين الاكتساب وما بين الفطره. نعم. وليعتمد المكون الجيني بيلعب دور في انه فلان يطلع كاتب ساخر. عصام، في فنان ساخر؟ في غنى ساخر؟ فنان ساخر في، لكن غنى ساخر ما اعتقد. الا الملك ساخر ما في. الشيعية عندهم شعر ساخر كثير جدا جدا. يعني الشعراء المتمكنين، يعني انا بقصد يعني وليه اسع يعني عندهم شعر. بعدين يعني في حتى في شعر الحلمنتيشي يعني في ناس ما قدرات شعريه هائله جدا زي دكتور عمر. لكن ما بتتغنى. يعني الحلمنتيش ده ما قاعد يتغنى يا عصام، مش صعب يتغنى. صعب. ما زمان كانوا يسمون مونولوج. نعم. زمان المونولوج زي هسه مثلا فرقه الهيلو هوب تعملوا تسخر من الراب. انت ما ممكن تغني لك اغنيه في بدعيرس، تغني لك اغنيه ساخره من حلمنتيش ولا مونولوج؟ الا تكون ما قدرت تغني ذلك. الا تكون ما قدرت تغني. انت بس حتغني لنا شنو؟ اغني زهرة الريد. تمام. اوكي. دي للاستاذ مدني النخلي. يا تحيه لمدني النخلي. تحيه لك يا عصام. الله يخليك.